اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين آمين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. اللهم انصرنا بحق قسرة قلبنا يا رب العالمين آمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقف جنبي وجنب بناتي يا رب، وانصرنا على من يعادينا يا رب. وقف جنبي يا رب إن شاء الله، ووسع لي رزقي ورزق بناتي. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي ويخليكم ليا وينصركم دايما يا رب، وتبقوا السبب في نصرتي أنا وبناتي كده إن شاء الله، إن قناتي تكبر وتبقى لي سبب رزق ودخل. آمين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ألف ألف مليون شكر على كل واحد حاول يسأل علي أنا أو بناتي أو يوقف جنبينا. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم. والله يا جماعة أنا مش ما طلبتش كده غير لما ضاقت بيا الدنيا خالص. أنا أسفة على الفيديو اللي فات إذا كنت طلبت مساعدة من حد، بس ده كان غصب عني قسما بالله، لأن الدنيا ظروف صعبة، وأنا ظروفي يعني ما يعلم بيها إلا ربنا. فأنا غصبت عني، سامحوني أنا آسفة. بس والله العظيم أنا بعد ما تسدد في وشي كل الطرق، ليه لما أنا طلبت منكم إنكم تساعدوني إن أنا نوقف مع بناتي ونعلمهم. بإذن الله هنبتدوا الفيديو معانا كده. معانا خبيز عيش شمسي بنحلله الدقيق من الليل كده، ونجهزوا الخبيزنا بإذن الله. الفيديوهات دي يا جماعة كانت عندي مركونة أنا الفترة اللي فاتت دي، كانت عندي طبعا زي ما انتوا عارفين ومتابعين معايا، كانت الظروف صعبة، ما كنتش عندي نت ولا كنت قادرة ننزل فيديوهات ولا ننزل أي حاجة. الحمد لله على كل حال. ألف مليون شكر لكل حبايبي اللي بيسألوا عليا، ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم. والله يا جماعة في ناس بتقول لي طب انت ليه عايشة العيشة دي؟ الحمد لله أنا أحسن من غيري برضه، وكفاية إن أنا لاقي 4 حيطان لميني أنا وبناتي في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. كل واحد في الظروف دي بيقول ايه يعني، كل اللي على رأي القال برغوت على كد دمه، يعني ما فيش حد هيشيل حد. فأنا مستحملة وصابرة عشان خاطر بناتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. ربنا إن شاء الله هيبعت لي رزقهم، أنا واثقة في ربنا إن هو مش هيسيبني وهيوقف معايا. وكفاية إن ربنا مسخر لي أهل الخير اللي زيكم بيسألوا عليا وعلى بناتي وواقفين جنبي ويدعموني بالكلمة الزينة. بس أنا نفسي المشاهدات تزيد. المشاهدات عندي ضعيفة يا جماعة، والاشتراكات عندي ضعيفة خالص. يا ريت يا ريت كده ربنا يكرمني المشاهدات يزيد، ولو أي حد يقول لي على طريقة تزود لي المشاهدات عشان يبقى لي كده سبب رزق ودخل ليا والبنات إن شاء الله بإذن الله. زي ما انتوا شايفين معايا كده هنحلل دقيقنا كده ونبتدي يومنا مع بعضينا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على سيدنا محمد. ما تزهقوش من الصلاة على الرسول يا جماعة، الصلاة على الرسول بتفتح باب الرزق وبتهدي النفس وبتحسسك بالطمأنينة كده، وتحس ان ايه ربنا معاك ومش هيسيبك ان شاء الله. هنا بنتفلوا المجارس بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. هنا احنا بنقول عليها تدفير المجارس ده. لو عندكم في بلادكم بتقولوا لغة تاني يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، ويا ريت تقولوا لي بتشاهدوني من وين. واهلا وسهلا بيكم، وربنا يبارك لي فيكم ويجعلكم على طول في حياتي كده باذن الله. لو انتوا حابين قولوا لي في التعليقات، هنزل لكم الفيديوهات انا كنت مصوراها في الايام اللي هي كان ابو بناتي سايبنا يعني، وما كانش مدينا مصاريف ولا حاجه، كنت نتصرف ازاي وكنت معيشه بناتي كيف. والله العظيم ما قصرت ووكلتهم احلى وكل ويعني من غير فلوس. فاهمين، كانت كل حاجه بالدقيق ومن البيت عندي، يعني البواقي اللي كانت في البيت عندي ايام ما كانوا يروحوا المدارس وكده. الحاجه اللي كانت يبصوا يا جماعه الخير، انا الحاجه اللي بتفضل عندي اذا كان حته جبنه، اذا كان طماطمايه، اذا كان اي حاجه بنشيلها في كيس وبنحطها في التلاجة بيجيها يومها. واذا كان بردك عندي عزومه او هو جايب اخواته او جايب حد عازمه عندي، لما كان يجيب لنا فروجه ولا حاجه كنت نشيل القونصه والكبده بتاعتها والجناحات وكنت نحوشهم على بعضهم. ولما كان يبقى متشكل معانا زي كده وما يرضاش يجيب وكل البنت كنت نطبخهم. يعني الحمد لله الواحد مش يعني مش خايب. الحمد لله أنا ست بيت شاطرة، مش هنشكر في نفسي والله والله. بس الحمد لله. أنا قال لك إيه، آه كتر الأسى، مش عارفة إيه كده المثل بيقول كتر الأسى، الأسى يعلم إيه كده، مش عارفة يعني إيه المثل نقوله، مش جاي على بالي دلوقتي، مش فاكراه. بس الحمد لله يعني من كتر ما مرت بيا ظروف و... وعدت علي حاجات كتير، بقيت الحمد لله بنعرف نتصرف
وربنا بيوقف معايا برضه مش بيسيبني، وبيسخر لي ولاد الحلال اللي زيكم. والحمد لله الحمد لله، أهم حاجة يبقى في عمار بينك ما بين ربنا. وأنا الحمد لله حاسة إن في عمار بيني ما بين ربنا، عشان أنا ماشية على ضمير واحد، وما عنديش أي يعني مش بنعامل أي حد بمعاملته. يعني رغم إن هو بيبقى سايبنا من غير فلوس، أنا لو عندي وكل وجا قال لي عندك وكل، ما بيقوليش مثلا جبت إيه، هو عارفني إن أنا بنعرف نتصرف من البيت، بنحط له من اللي أنا جايباه لعيالي. يعني ربنا كرمنا قبل كده بوحدة ربنا يبارك فيها، في كل فيديو هنقعد ندعي لها ونقول ربنا يبارك فيها. بعتت لي مبلغ، قالت لي هات لبنتك اعملي لها شوربة، وهو جه لقينا عاملة للبيت، وسألني وقلت له أيوة فيه، وحطيت له برضه. يعني ربنا كرمني، جبت لهم كيلو وراك، وجبت لهم كيلو أجنحة. شايفين يا جماعة هنا لما وديت الدقيق الطحونة، دي السكرة بتاعت الدقيق، شايفين؟ ودي الردة. السكرة دي أنا بنشيلها وبنزود عليها إذا كان دقيق، وبنعمل منها فطير وبنعمل منها كل حاجة. يعني أنا ما بنحطهاش على الردة. دي السكرة بتاع دي، يعني إيه يعني، تعتبر المرحلة الأولى في الدقيق بعد الردة قبل الردة. يعني هي الأول وبعدين الردة، فهي بتبقى مقربة للدقيق، يعني عشان كده أنا ما بنخلطهاش. وادي هنا عجينة خبز كده، وهنبتدي نقطع معاكم العيش. يا جماعة، وبعد ما بعتت لي ربنا يبارك فيها ويجعل في ميزان حسناتها ويديها الصحة ويبارك في عيالها، وينجحهم يا رب بحق جاه النبي في الثانوية يا رب، ينجحوا ويوصلوا للمناصب اللي نفسها فيها، ويشفع عنها هي بحق جاه النبي. جبت لهم كيلو وراك، وجبت كيلو أجنحة، وطبخت على إيه، على مرتين والله العظيم. وجا برضه حطيت له، ولا قال لي جبت من وين ولا عملت من وين ولا أي حاجة. المهم إن هو كل ومشى. في ناس هتقول لي مثلا ليه حطيتي له ياكل وليه يشرب؟ أنا يا جماعة بنعامل ربنا، مش بنعامله هو، بنعامل ربنا، لأن ربنا شايفنا ومطلع. بس هنا هنقطع العيش كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط على المقارص، وابتدي ايه ان باذن الله. هنا لقيتها تخين، يعني بعد ما قطعت الرغيف لقيتها تخين شويه، فحطيت لها هببات ميه كده، وهنملكها تاني عشان لقمة اللبة بتاعتها تطلع مفشفشة وحلوة كده. مفشفشة يعني تطلع ايه، طرية، تطلع طرية، ولبتها تبقى حلوة كده، ما تبقاش ملكومة كده ونية، او تبقى يعني ايه اللهم صل على رسول الله، تبقاش ملكمزة كده. هنا بنوريكم كانت ايدي محروقة في الفرن، فكنت ايه عجنت بدراع واحد، يعني عجنت بإيد واحدة. ادي هنا شايفين بسم الله ما شاء الله لما تملك وحطيت له بق الميه يبقى كيف، يعني يبقى طري وحلو، عشان لما يخمر ويطلع من الفرن يبقى قلبه مفشفش وجميل. حتى لو قعد عندك احنا العيش البلدي طبعا لو كترناه بيقعد ممكن شهر في التلاجة، نطلعه منه ونسخنه يبقى زي العسل. اهم حاجة تظبط عجينك فيه. وبإذن الله لو عاوزين نوريكم العجين من أول الخميرة لغاية ما يطلع من الفرن، قولوا لي برضه في التعليقات، وأنا نعمل معاكم يوم كامل كده من أوله، ونقول لكم كيف بنعمل عيش من الأول للآخر. طبعا إحنا عندنا هنا في الصعيد كل واحد العيش الشمسي يعني، بس إيه يقول لك كل واحدة وشطارتها، يعني في التخمير بتاع الفرن، وفي التخمير بتاع العيش، وفي الفرن. يعني في ناس تحب حالا تخلص نفسها، لا، انا ممكن ناخد النهار كله في العيش، بس في الاخر يطلع عاجبني، يطلع قلبه مستوي واخد راحته، ناسس كده واخد راحته. بس نحب العيش بتاعي يبقى احمر كده، ويبقى مستوي من فوق ومن تحت، عشان ما يبقاش قلبه عجين. في ناس بتحب نص سوا، لا انا نحب مستوي جامد، يعني واخد حقه في السوا. هنقطع العيش هنا كده زي ما انتوا شايفين في الشمس في البلكونة، لغاية ايه من خلصة خالص عشان يخمر. الفيديوهات دي قديمة عندي يا جماعة، قبل المشكلة كانت عندي على التليفون، فأنا هنصورها وننزلها كلها ورا بعضها. وفيها برضه فيديوهات هتنزل اللي هي صورتها برضه ساعة المشكلة، يعني لما كنت أنا وبنتي في البيت وحدنا. زي ما انتوا شايفين معايا كده، صلوا على الرسول يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت يا حبايبي تشتركوا معايا كده في القناة، و... وتشاهدوا لي الفيديوهات وتكتبوا لي تعليقي كده يفرحني ويفرح بنتي. ربنا يبارك لي فيكم. هنا عاد ايه، معلش انا اسفة على المنظر ده، الستاير متقطعة يا جماعة، غصبت عني والله، اتقطعت الستاير بتاعت البلكونة دي، هيفرجها ربنا بإذن الله. بإذن الله أنا حاسة إن في خير كتير
ربنا شايل لي بعد الصبر ده، وقال لك ربنا وبشر الصابرين. يا رب اجعلنا من الصابرين، وربنا يكرمنا إن شاء الله ويختم على قلبنا وقلبكم بالصبر والإيمان، آمين يا رب العالمين. هنا يا حبايبي هنقطع العيش ونحطوه في البلكونة وهندب العيش بتاعنا. انتوا تقولوا نسويه، انا بنقول احنا عندنا هنا بنقول ندبوه. زي ما انتوا شايفين العيش بسم الله ما شاء الله. هنسيبه يخمر طبعا براحته بعد ما دبيته. كده زي ما انتوا شايفين. يا ريت يا ريت يا جماعة توقفوا جنبي عشان القناة دي تكبر. نفسي القناة تكبر وربنا يكرمني كده، نجعل يعني يجعل ربنا لي رزق كده، وكل حاجة بإيد ربنا طبعا، والأرزاق دي هنيت ربنا مش هنيت أي حد. قال لك اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. أنا طبعا عارفة إن رزق ربنا قاعد، وبإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا ويكرمكم بالخير وبالرزق، آمين يا رب العالمين. هنا هنغسل العجانة كده زي ما انتوا شايفين، والحلة بتاعت الخميرة، ودي الكوباية اللي كنت نغرف بيها المية عشان ايه نملك العجين. العجين لازم يتملك يا جماعة بالحتة مية، ما بنكبوش المية مرة واحدة وتلخيه لخ كده، لا، لازم تاخد المية شوية شوية ويتملك العجين ويتشرب كمية المية اللي تحطيها لما تحطي مية تاني، عشان يطلع العجين معاك حلو، ما يبقاش مبزغل ولا يبقى ايه ملتوت، لا، يبقى العجين واخد حقه معاكي، ويطلع اللقمة بسم الله ما شاء الله عليها. لما بتخدم عجينك بيديكي عيش حلو زي العسل. بالهنا والشفا لينا وليكم، آمين يا رب العالمين. هنا طبعا هندب باقي العيش زي ما انتوا شايفين كده. الشمس حلوة النهاردة بسم الله ما شاء الله، مع اني كانت تغيم في نص الوقت يعني، كانت برضه حلوة ودافية. شايفين هنا هنلم العيش كله على بعضه كده. دول يا جماعة 5 ترغيف صغنن قناو، احنا نقول عليهم قناو، لو برضه ليهم اسم تاني عندكم قولوا لي يا ريت في التعليقات. القناو ده اللي بنته معايا بيحبنا، بنعمل لكل وحدة فيهن واحد. القناو الصغير ده كل وحدة بتاخد واحد، بيفرحوا بيه في الخبيز، وانا يعني بنحب نجبر بخاطرهم ونفرحهم على قد ما نقدر. الحاجة اللي في ايدي بنقدر نعملها لهم، مش في ايدي ربنا ان شاء الله يفرحهم من عنده ويكرمهم بإذن الله بالخير، وربنا يبارك فيكم ويجعل الخير كله عندكم، ويبارك لكم في عيالكم. ادام حاجة قليلة وهنعرف نبسطهم ونفرحهم بيها بنعملها لهم. كل وحدة بتاخد قناوي كده، اول ما يطلع من الفرن اللي تحط فيه سكر، واللي تاكله مع كوباية شاي. هن حرات يعني زي ما يعملن فيه يعملن. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يا جماعة كده هيدخلوا ادي يا جماعة البطانيتين دول اللي هو خدهم، البطانية دي والبطانية دي، دول اللي خدهم هو معاه. البطانية التالتة دي اللي هي بتاعتي أنا، دي من يوم ما اتجوزت، فدي ما خدهاش. هنا حنلموا الصالة كده، كنا فرشين ونايمين أنا والبنت في الصالة، عشان كان قافل أوضتين هو وسايبلنا أوضة. ولما جاء في نفس اليوم ده اللي هي احنا بنلموا فيه الصالة، هو جا لقينا بنلموا في البطاطين زي كده، راح خدهم ومشي. خد البطانية دي في الأرض، دي اتحرقت يا جماعة، والله فيها حتلة كبيرة اتحرقت، هو وقاعد قلبي يتدفوا. شعطتها النار، هنبقى نوريها لكم. والله وغسلتهم ريحتهم مشيطة، غسلتهم في عز البرد عشان نتغطى بيهم أنا وبنتي، ما يبقاش فيهم دخان ولا يبقى فيهم حاجة. يعني بنتي هنا كانت هتلمهم، وهو جه راح لقيهم قال انتم متغطين ببطاطين هاتوها، والله لا ناخدها. برضه ما رضيناش نتكلموا معاه وخدهم، وقعدت بطانية واحدة. ودي اوضة البنت هيفوقوها كده ويروقوها ويكنسوها. الدولاب بتاعهم مكسر يا جماعة زي بعضه كده، بإذن الله هيفرجها ربنا ونغيره. السرير ده كان مكسور، وهم جابوا له ملل والله العظيم من مصاريفهم، ونجدن السريرين من مصاريفهم وبتاعت المدرسة، دخلا جمعية مع أصحابهم، ونجدنا السراير دي، وجبنا ملة للسرير الأبيض القديم ده، كان كل شوية يوقع، كل دقيقة واقع، كل دقيقة واقع. رحنا غيرنا الملة خالص، جبنا لها ملتين جداد، والحمد لله من ساعة ما جبنا لها الملتين بقى حلو كده وزي الفل. حدش يتريق يا جماعة والنبي عشان ما تكسفوناش. الحمد لله الحمد لله احنا احسن من غيرنا، ربنا هيفرجها عليا دلوقتي، ونجيب لهم حتلة الدولاب غير الدولاب ده، عشان شايفين الدولاب مكسر كيف. انا مش مثبته يعني على الدولاب عشان ما حدش يتريق علينا، ولا حد يقول المنظر مش كويس. والملايات اللي عندي برضه فرشها لهم، برضه عشمانة في ربنا هنجيب لهم ملايات ونجيب لهم دولاب. انا عشمانة في ربنا باذن الله، وربنا باذن الله باذن الله
مش هيرد عشم ان شاء الله. ادي العيش شايفين بسم الله ما شاء الله ابتدى يخمر، وهنقلبوه على وشه كده. انا حطيت العجانة هنا عشان ايه الردة اللي تنزل خسارة، بدل ما تبهدل البلكونة وكده. انا مش هنستعملها تاني، بس ايه بدل ما خسارة تبهدل البلكونة. طبعا ما هنديها لأي وحدة من عند جيراننا ايه مربية فروج ولا حاجة. انا والله لو عندي مكان، بس ما عنديش مكان ربي فيه الفروج. وبعد كده دلوقتي الفروج غالي، والوكل هني عايز وكل كتير. بس برضه لو لقيت الردة نظيفة ما فيهاش حاجة، ممكن يعني اللهم صل على رسول الله، لو في عفشاية ولا قشة ولا حاجة كده جت على العيش من الهواء، نطلعها ونشيل الردة تاني نتدفل بيها. لو لقيت فيها حاجة خلاص نديها لأي حد عنده فروج. هنعمل كده يعني. شايفين يعني ممكن لو على القليب ده بس ناخدهن خلاص الردات ما فيهاش حاجة. لكن لو انا دخلت العيش وما شفتش البنت هما بيكنسوا البلكونة وحطوا فيها الردة اللي جت في الارض حطوها عليها، خلاص ما ناخدهاش، يعني نديها لأي حد وخلاص. هنا قلبنا العيش كده بسم الله ما شاء الله، وهنبتدي ندور العيش وايه ونرصوه في الفرن زي ما انتم شايفين. العيش طالع بسم الله ما شاء الله من الفرن، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا جماعة البطانية العصور دي، البطاطين دي اللي هي زي بطاطين الجيش. هي البطاطين اللي خلاها دي كانت البنت تتغطى بيها، بس قسما بالله البطاطين دي قديمة عندي، فخفيفة خالص خالص، رهيفة كده، وكانت الدنيا برد. عشان كده والله بنتي اللي في الإعدادي دي خدت الامتحانات هي وعيانة، قسما بالله وديتها للدكتور قال لي دي جاتها نزلة شعبية حادة. والله بنتي في اللجنة قاعدة تترجع وتعبت، وبندعي لها ربنا يسترها عليها عاد في الامتحانات. قالت يا ماما والله أنا حليت على قد ما قدرت. هنا طبعا العيش زي ما انتم شايفين، احنا عندنا كلمة بنقولوها في الصعيد هنا على الدويرة دي، لو تعرفوها برضه كتبولي في التعليقات. خلاص هنا ده اسمها بندوروا العيش، لكن التانية لها اسم تاني. بنقول عليه بنقرنوه، عيش مقرن، او ليه كلمة تاني برضه، بس لو تعرفوها كتبولي في التعليقات. معلش هنا ايه هنبتدي نفوض الفرن كده. لازم الفرن كل رصة والتانية بنفوضها. دي حتة قماشة من اللي اتقطعت من البلكونة، غسلاها ومنطفاها ومخليها بنفوض بيها الفرن. والنبي يا جماعة ما حد يتريق علينا ولا على عيشتنا، عيشتنا على كدينا والحمد لله زي الفل. هنا بليت حتة الخلقة دي القماشة يعني مية، وهنمسح بيها الفرن كده عشان الفرن تبقى نظيفة والعيش يطلع نظيف ما فيهش ولا حاجة ايه من الفرن، ولا زبط ولا اي حاجة. شايفين الفرن بسم الله ما شاء الله بقت زي العسل. هنرص فيها العيش. الفرن بنخليها الاول تسخن، وبعد كده نرش فيها شوية الردة. لو وطت في الردة كلتها، يعني وطت يعني ولعت في الردة كده وكلتها، يبقى الفرن سخنت. نمسحها كده زي ما انتم شايفين، ونفودها فودة حلوة من جنابها ومن هنا ومن هنا، عشان الردة اللي فيها باقي الردة مثلا عملت فيها اي حاجة كده وكده في الفرن تبقى نظيفة معايا بإذن الله. ونرص فيها العيش يبقى زي العسل على نظافة كده. هبتدي نرص العيش كده بسم الله ما شاء الله. انا واحدة عند الفرن، البنت جوا بيروقن، اللي تجهز وكل واللي تروق مع بعضنا، كل واحد يعمل حاجة عبال ما انا نخلص يكون هم خلصوا كده جوا في البيت. شايفين ندور العيش كده ونرص على طول، بندور الاول وبعد كده نروح رصاه كل مرة واحدة. يعني ما تشغليش الفرن وتدوري انت وعلى المطرحة، لا، تدوريه كل مرة واحدة وتاخديه كله ورا بعض ورا بعض على طول، عشان ما ياخدش معاكي وقت. شايفين الرص العيش بتاعك ده بالراحة، ممكن تاخديه على طول زي ما انا برص كده، او ممكن تاخديه من ورا على الجنب، يعني تاخدي صف صف من ورا. لكن انا بنرتاح كده احسن، يعني بنحس كده احسن. ليه؟ انا عندي الفرن من الجنب الاولاني ده بتسخن قبل الجنب التاني، فبناخدك ده معايا على طول من الاول زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الصلاة على الرسول حلوة يا جماعة، صلوا على الرسول، بتفرج الضيق وبتوسع البال، وربنا كبير يوسع علينا وعليكم يا رب. أهل عيش القناو كل خبزة بنعمله يا جماعة، أنا كل خبزة هو نفس نظامنا ونفس فرشتنا دي،
ونفس قعدتنا، يعني هي عشان ما حدش يشوف الفيديوهات ويقول ده متكررة يا جماعة، هي نفس عجيننا وبيتنا أصلا هيروحوا وين، يعني هي فكل مرة بيبقى نفس العيش ونفس الخبيز ونفس كل حاجة. الجناو طبعا البنت خدن منه ودول اللي فضلات. وادي العيش بتاعنا بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا رب لينا وليكم، ويوسع رزقنا ورزقكم ويكفيكم شر المرض ويبارك فيكم. اوقفوا جنبي يا جماعة بحق جاه النبي، ربنا يبارك فيكم يا رب. اوقفوا جنبي وجنب بناتي، خلي القناة دي تكبر كده وربنا يكرمني منها برزق ان شاء الله، ما يخلينيش نحتاج لحد بإذن الله. ربنا كبير، ربنا مش بينسى حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.